السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس؟ مزيان؟ كلشي على خير؟ كنتمنى تكونوا على خير وبخير يا ربي. المهم كما كتشاهدوا هذا الفيديو غندير معكم فطائر تركيه ان شاء الله، غادي نوجدها معكم اليوم. كنتمنى الفيديو يعجبكم بزاف، وما تنساوش ديروا لي اشتراك وديروا لي جيم، وكنبغيكم بزاف وبزوات ليكم كاملين. المهم خليكم معنا مع الطريقه. هنا كي كتشوفوا غادي نعجنوا العجينه ديالنا. هنا درت 3 الكيسان ديال الطحين، نفس العبار اللي درت انا دابا. هنا غادي ندير مليحه. هنا غندير شويه ديال الخميره ماشي بزاف، درت سنيده، شويه ديال سنيده. هنا درت زيت البلديه. هنا غادي ندير خماره كامله. هنا غادي ندير جوج معالق ديال ياغورت طبيعي. صافي من بعد غادي نخلط العجينه مزيان، من بعد غادي نعجنها. صافي غنبقاو نحركو هكا، كنجمعوا العجينه غير بيدينا شويه بشويه حتى كتجمع. كي كتشوفوا هنا درت فيها شويه ديال الزيت باش نجمعها، حيت انا ما كتعجبنيش العجينه قاصحه بزاف، ما كتعجبنيش جاريه بزاف، كنديرها معاقده. صافي هنا غادي نجمعها كلها مزيان، وهنا غادي نغطيها ونخليها ترتاح. صافي بما ان غطيتها، انا غادي نجيب الحشوه. هنا غادي نشلط 3 ديال البصلات، 3 البصلات كبار على حسب نتوما شحال العدد اللي غادي ديروا. صافي هنا غادي من بعد ما ساليت البصله غادي نحك واحد 2 طوماط، 2 دروس ديال الثومه. صافي وهنا غادي نديرها في الكلبوطه باش تشحر. درت شويه ديال الزيت لان الكفته عندي فيها شويه ديال الشحمه، درت غير شويه ديال الزيت، ما درتش بزاف. صافي هنا غنخليو الكفته ديالنا تسلق شويه بشويه حتى تسلق مزيان. صافي هنا من تسلقات لينا الكفته ديالنا غادي نديرو العطريه، غنمشيو نديرو فلفله حمراء، غادي نديرو شويه ديال البزار، شويه ديال الكمون، شويه ديال القزبور يابس. غادي ندير الاعشاب المسمه، انا كندير لقامه يابسه وكندير الزعتر. هنا بعد ما خلطناهم كاملين مزيان انا غندير الملحه، نسيتها حتى لاخر لحظه تفكرت باني ما درتش الملحه. الناس حتى تشحر ليا مزيان، تدخل لي داك العطريه في الكفته. صافي هنا من بعد ما ساليت غادي نمشيو نكورو العجينه، غادي نشكلوها كورات صغارين كيف ما كتشوفوا معايا هنا في الفيديو. هنا كنحاول نديرها على الطول باش تجيني ساهله. هنا غادي نقطعها نديرها كويرات. صافي هنا غادي نبقى نشكل وحده بوحده حتى غنساليها. كي كتشوفوا معايا هكا كتجيني الخدمه ساهله دغيا. صافي هنا بعد ما ساليت كنت كورتها وساليتها كامله. هنا دابا غادي نبدا نطلق العجينه بالدلاك باش بحال نعمرها بالحشوه. هنا غنبدا نعمرها. هنا غندير لها فروماج مورتاديلا باش كتجي معلقه من الداخل. هنا عاوتاني كنكرر نفس الشيء، هي انا كنحاول نحيد منها الطحين باش ملي كنديرها في المقله هذا الطحين ما كيتحرقش. صافي هنا كنستمروا بنفس الطريقه، كنبقاو غاديين حتى كنكملهم كاملين. كتشوفوا معايا هنا في الفيديو شي هنا كنحيد منهم الطحين.
صافي هكا كنبقاو مستمرين، كنحاولوا نبركوا عليها شويه باش ما تجيناش العجينه غليظه بزاف وما تجيش عاوتاني رقيقه بزاف. اصلا هاد العجينه ديال الياغورت كتجي زوينه. هنا صافي من بعد ما خليتهم يرتاحوا، هنا غادي ندوز باش بحال غادي نطيبهم فوق المقله. صافي كنبقاو غاديين كندوروه الجناب بالوسط دقيقه غدا هكا حتى كتساليهم الطياب كاملين. كتشوفوا هذه هي النتيجه كي كتخرج في التالي. هنا كنخليهم حتى كيتحمروا مزيان، يتحمروا من الجوانب. صراحه كيجيو رائعين البنات، كيجيو واعرين. شي كيتنفخوا. هنا عاوتاني كنحمروا الجوانب ديالهم. هنا من بعد ما ساليت خبزتهم كاملين، هذه هي النتيجه. كنتمنى تجربوهم، صراحه كيجيو واعرين بنانين. صافي هنايا كنشارك معكم حتى هذا العصير، ان شاء الله غنشاركه معكم في القناه. صافي كانت هذه هي النهايه التاليه. كنتمنى ان شاء الله يعجبكم، وكنتمنى تشجعوني وديروا لي اشتراك وديروا لي لايك، وشكرا لكم بزاف، وكنتمنى لكم يوم جميل. يلا باي باي، مع السلامه.